هاي وانتم ضربوا لي على السودان كي لعبات اليوم. نتوما ضربوا لي على السودان اللي كنا كنقولوا ما عندهمش كوره، ما كيعرفوش الكوره. شوفوا لي اش داروا لي في الجزائر في الشوط الثاني، من بعد ما كانت الجزائر قريب المنتخب الجزائري على الانتصار. كينهار المنتخب الجزائري في الشوط الثاني من بعد ما تطرد اللاعب الجزائري، كيسلموا المقابله للمنتخب السوداني اللي كيبان لي انا والله ما فهمت. وليت واحد اللحظه كنستغرب، كنقول واش المنتخب السوداني هذا ولا شنو، وداير هاد الحاله هادي في بطل كاس العرب اللي الصراحه المنتخب الجزائري حتى هو ما عرفت شنو ضربهم. والله ما عرف الشوط الثاني وما عرفتش، بان لي المنتخب الجزائري انهار من بعد ما قدم المقابله الاولى اللي كان الصراحه قريب من الانتصار. قريب كنا صافي كننتظروا الهدف، واحد شويه كينهار المنتخب الجزائري في الشوط الثاني، كيسلم المقابله للمنتخب السوداني اللي الصراحه تعلموا كره ولاو عرفوا كيفاش يلعبوا كره. اللي ما عندي ما نقول، هادشي اللي غنقول. كنت كنتمنى نشوف الانتصار للمنتخب الجزائري. كيبان لينا المنتخب السوداني اليوم كيقدم واحد المقابله اللي تكتيكيه، مقابله هجوميه، مقابله كان قريب من الهدف. اللي المنتخب الجزائري الصراحه الدراري اللي تشكلوا في هذا الراديفي مازال ما فاهمينش بعضياتهم، الدراري مازال ما كاينينش بعضياتهم. كل شد كره كيبغي كي كنقولوا حنا بديالنا بغى يعيق بالعربيه، ما بغاش يلعب روح الفريق. التكتيك اللي لعبوا في الشوط الاول، الشوط الثاني ما عرفت الدراري واش ما عرفت شنو وقع لهم كاع. يعني قدموا واحد المقابله ماشي ما كتليقش بالمنتخب الجزائري وما كتليقش ببطل كاس العرب. المهم كنتمنوا ان شاء الله وترجع التشكيله الجزائريه ويرجعوا الدراري يتفاهموا. راه باقي لهم جوج مقابلات ان شاء الله، يرجع المنتخب الجزائري، لان هذا المستوى اللي قدموا لهم في هذه المقابله هذه ما شفت لهم والو في المقابلات الجايه الا مشاو على التكتيك هذا. لان المنتخب الجزائري صافي انهار، شفنا حنا الشوط الثاني يعني صافي المنتخب الجزائري مشى غبر، رجع للدفاع صافي. يعني الا كاين شي كونتر اتاك فقط صافي، يعني ما بقاش هذاك اللعب التكتيك، اللعب مسيطرين على المقابله. كنشوفوا حنا منتخب السودان منتخب السودان ما عرفتش انا راه تلفت انا في هذه المقابله الجزائر بعدا تلفت.